من إنتاجات قناة إذاعتنا نقدم التمثيلية الإذاعية بين اتنين. تأليف محمد إسماعيل راغب. هندسة صوتية أدهم الثقاف. سهام محتاجة شيء؟ بروح للشركة الحين. أيوة يا مروان، أنا عايزاك تفكر تاني في الموضوع اللي أنا كلمتك فيه. يا بنت الحلال، أنا ما ودي التعبين نفسك وتشتغلين، وإحنا الحمد لله ما محتاجين لشغلك، أهم شيء بيتك وعيالك. أنا وافقت أقعد من الشغل عشان خاطر الحمل والولادة، وأهو بقالي 4 سنين ونص في البيت. أنا يا دوب خلفت بتول ومفيش بعدها حملت في نايل على طول، ومرت السنين وأنا بربي العيال وما قصرتش في حقهم، وأنت عارف. ما حد قال قصرتي، الله يحفظك ويخليك لعيالك نايل وبتول، بس الحرمة أولى في بيتها وعيالها. مروان، لو مش عايزني أرجع الشغل عندك في شركتك أنا ممكن أدور على أي شغل في أي شركة تانية. يبقى ما حد قال عنك كذي، وعلى العموم مثل ما تحبين، وترى الشركة مثل ما هي إلك بنفس الوقت. لا، أنا عايزة أكون موظفة وبس زي أي حد تاني، المهم ما أقعدش أكتر من كده في البيت. أوكي، مثل ما تبين. شغل ايه ده يا بنتي اللي مصممة ترجعي وتسيبي عيالك؟ زهقت يا بابا واتخنقت، وانا مش هسيب العيال ولا حاجة، ما في مربيتين هم معاهم وكل طلباتهم مجابة يعني. انتي مش محتاجة للشغل، ده جوزك هو صاحب الشركة وربنا كرمه. ما انا عارفة يا بابا، ما انت جوزتني ليه عشان كده؟ انتي لسه بتقولي الكلام الفارغ ده؟ كلام ايه اللي فارغ يا حاج؟ مش دي الحقيقة؟ مش انت صممت انك تجوزني الشيخ مروان الراجل الخليجي الغني اللي كنت شغالة عنده، ورفضت لؤي الانسان الوحيد اللي حبيته؟ لؤي ايه وزفت ايه؟ انتي ست متجوزة وجوزك ما شفناش منه غير كل خير. يا سهام، انا كان كل همي ان اوفر لك عيشة كويسة ومستقبل، تقومي تقولي في وش الكلام ده؟ المستقبل ده بتاع ربنا يا بابا، وانت عارف كده كويس. هو مروان بيعاملك وحش او بيغلط فيكي؟ ها؟ لا يا بابا، خلاص انا همشي بقى. انا بس جيت اسلم عليك واقول لك اني راجع يعني الشغل من بكره، وما حبيتش ابلغك في التليفون. عن اذنك. ليش يا مروان توافق انها ترجع مرة ثانية تشتغل بالشركة؟ هي مو قادرة تنسى انها بنت رمضان اللي كان شغال عندنا عامل، ولا قادرة تنسى المستوى اللي كانت فيه؟ جاسم، هذا اللي تتكلم عنها هذه زوجتي وام عيالي، وما اسمح لك تتكلم عنها كذي، وانا ما جاي اخذ رايك، انا بس جاي ابلغك انها راده للشركه. انا مو ناسي انها مرتك، لكن يا ليت ما تكون ناسي اني كنت رافض زواجك منها، وما ادري ليش ترجع ثاني تشتغل بالشركة. سهام هذه انسانه محترمه، وابوها كان مخلص لنا ولعمله من وقت ما ابونا اسس الشركه بمصر، والريال ما قصر بشيء. بس انت يا جاسم تنظر للناس من منطلق الغنى والفقر، ما تنظر لا لاخلاقهم ولا لاخلاصهم. ويا ريت ما تنسى يا جاسم ان امنا مصريه. ما تحاول تقنعني يا مروان ان انسان تربى في بيئة فقيرة ومستوى متدني ممكن يكون عنده اخلاص، ولا مثل هذول يحقدون على الاغنياء مثلنا يا اخوي. خلاص جاسم لو سمحت، ما أبي كلام بهالموضوع. سهام راجع على العمل بالشركة، وارجوك لا تضايقها بشيء، عشان أخوك اللي دائما تقول إنك تعزه وتحبه. مثل ما تبي يا مروان، مثل ما تبي. انت بتحبني صحيح يا لؤي؟ لو ما حبيتش سهام القمر هحب مين يعني؟ تعرفي اني ساعات بندم اني دخلت الكلية دي، بتندم؟ وبندم اني تعرفت عليكي كمان. لؤي، انت ندمان انك عرفتني؟ طبعا ندمان، لان حبي ليكي مسيطر على كل حياتي، لا بقيت عارف اركز في كلية ولا في اي حاجة تانية. انا شكلي كده هسقط بسببك، وهفضل مبلط في الكلية، وابوك يشوف لك مليونير ويجوزهولك.
يا مجنون، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انزل من فوق السور. أنا بتمنى بس اليوم اللي نخلص فيه الجامعة عشان أتشجع وأجي أطلب إيدك من أبوكي عم رمضان، ولو ما وافقش هرمي نفسي من فوق البر. طيب انزل من على السور والنبي لا تقع. انت خايفة عليا صحيح يا سهام؟ طب أنا هجرب أنط. لا حاسب عشان خاطري والنبي، حرام عليك يا اخي، وقعت قلبي. مدام سهام، يا مدام سهام، بتقولي حاجه يا سلوى؟ الشيخ عايزك في مكتبه يا مدام سهام. ما انا قلتلك ما تقوليش مدام دي تاني، انا اسمي سهام وبس، وانا هنا زيك موظفه، فاهمه؟ تمام، ماشي يا سهام. المهم مستر مروان عايزك. وما كلمنيش ليه طيب؟ بدل ما تعبك وتيجي انت بنفسك تقوليلي. طلبك كتير وانتي ما ردتيش عليه. يوه، ده صحيح فعلا ما خدتش بالي خالص من الموبايل. طيب انا رايحه له حالا. اتفضل ملف المناقصة يا مستر. ارميه على المكتب يا سلوى عندك واشوفها بعدين. ممكن اعرف حضرتك متضايق من ايه؟ منو قال لك اني متضايق؟ باين جدا على حضرتك، انا معاكم في الشركة من 7 سنين وعارفة حضرتك كويس. بسألك يا سلوى، سهام شلونها بالعمل؟ تمام يعني عادي. يعني ماشية فيه ولا بتعك؟ عادي يعني يا مستر، دي حتى طلبت مني صورة من ملف المشروع الجديد عشان تراجعه. طب سمعي عدل يا سلوى، أنا أبي تبلغيني كل شيء سهام تسوي بالشركة، وما بيها تغيب عن عينك ولا دقيقة واحدة، فاهمة؟ لكن يا مستر جاسم، لو مستر مروان عرف حاجة زي دي ممكن يأذيني. وهو مروان من وين يعرف؟ تخافي؟ ما تخافي، بس نفذي اللي أطلبه منك. أمرك يا مستر جاسم. ليش ما تاكلين يا سهام؟ لا ابدا يا مروان، اصلي مش جعانه قوي يعني. المكان مو عاجبك ولا شنو؟ لا ابدا، بالعكس ده مكان جميل قوي. عيل ايش فيك يا بنت الحلال؟ هيكون مالي يعني يا مروان، ما انا كويسه ومبسوطه اهو. والله شكلك ما باين عليه مبسوطة أبد. وهيبان عليا ازاي يعني؟ اقوم ارقص بقى عشان اثبت لك يعني؟ لا يا بنت الناس، لا ترقصين ولا أي شيء. تبين نروح الحين؟ مروان معلش يا مروان، انا اسفه، ما تزعلش مني ارجوك. أزعل من شنو؟ وأنا ما حبيت أي وحدة في حياتي غيرك يا سهام. انا كويسه ومبسوطه، بس يعني قلقانه شويه على بتول عشان لقيتها بتكح. بتول ايش فيها؟ ليش ما قلتي لي؟ يلا قومي الحين خلنا نروح البيت ناخذها للدكتور. لا يا مروان مش للدرجه دي يعني، دي كحه بسيطه كده، ما تقلقش. نغير المربية إذا ما مهتمة فيها، من بكرة أجيب غيرها. لا المربيه كويسه ومهتميه بيها، وصدقني لو انا حسيت انها مهمله معايا هبلغك على طول عشان تشوف غيرها. الف مبروك يا لؤي، الحمد لله نجحنا. مبروك ايه وزفت ايه؟ انا جايب مقبول وانت جايبه جيد جدا. يا سيدي المقبول عند الله امتياز. المهم ان احنا نجحنا. انت بتهزري يا سهام وانا دمي محروق، مش حاسه بزعلي؟ ما اقدرش ما احسش بيك يا لؤي، هو انا ليا غيرك؟ انا بس مش عايزاك تكون متضايق، وصدقني كلها محصله بعضها. هو يعني التقدير ده هيخلينا وزراء؟ يا عم فكها بقى عشان خاطري. معلش يا سهام، انا اتعصبت عليكي، ما تزعليش مني. مستحيل ازعل منك ابدا، ممكن ازعل من الدنيا كلها الا انت. حبيبتي يا سهام. المهم بقى، ما قلتيش هتيجي تقابل بابا امتى؟ في اقرب فرصه طبعا، اديني بس كده 2-3 ارتب اموري، وبعد كده فتحي في الموضوع واجي اقابله، وان شاء الله خير يا حبيبتي. اتفقنا؟ ولان الاسبوعين دول كتير قوي، بس ماشي اتفقنا. مدام سهام، يا سهام. جسم، أنا صار لي 5 دقايق واقف قدامك وحضرتك مو هني يبد. في ايه يا جاسم ومالك متعصب كده ليه؟ المناقصة يا مدام اللي حضرتك كنت بتراجع الملف مالها؟ خسرناها ورسيت على الشركة المنافسة. ايه؟ مستحيل طبعا، انا مراجع الملف بتاعها كويس جدا، هو بقول لك مستحيل ان اي شركة تقدم ارقام اقل من بتاعتنا. وهو حصل وخسرنا المناقصة. ما هو يا اما الارقام اللي احنا قدمناها ما هي مدروسة عدل، يا اما احد سرب الملف مالنا للشركة المنافسة فقدمت ارقام اقل
وكسبت المناقصة. انت بتقصد ايه يا جاسم بالظبط؟ انت بتشكك فيا؟ لا انا ما اسمحلكش. عيل شنو تفسيرك اللي حصل هذا يا مدام؟ ايش فيكم؟ شنو اللي صاير؟ ترى صوتكم واصل آخر الشركة. جاسم اخوك بيتهمني ان السبب في خسارة مناصة المشروع، واني سربت الملف للشركة المنافسة وقدموا ارقام اقل وكسبوها. أنا ما قلت كذي، أنت اللي فهمت الكلام بهذا الشكل. جاسم من فضلك وروح على مكتبك. لكن يا مروان. جاسم لو سمحت تفضل. طيب يا مروان. اخوك بيتهمني في ذمتي، وانا لا يمكن ابدا اتسبب في اذية شركتك يا مروان. جاسم مو قصده كذي يا سهام، بس هو زعلان شوي على ضياع المناقصة. لا انت عارف انه بيكرهني من زمان وما كانش موافق على جوازك مني، وجاي دلوقتي وعايز يطلعني خاينة للشركة، وانت بكل برود بتقول لي ما يقصدش. انت ايه يا اخي؟ اهدي شوية يا سهام، ايش فيك؟ مشاهدة يا مروان، مشاهدة. بين اتنين من إنتاجات قناة إذاعتنا. الملف اللي حضرتك طلبته يا مستر جاسم. أبعث الميل يا سلوى. حصل يا مستر. هذا الملف راح لسهام تراجعه؟ لا لسه يا مستر، هي آخر حد بيراجعه بعد الاتفاق على كل تفاصيله ومراجعتها من حضرتك ومن مستر مروان بعد اجتماع مجلس الإدارة. طيب تمام، أترك الملف هني أراجعه، وبكرة أعطيه لك تودينا لسهام. هو حضرتك تعبان؟ لا أبدا عادي، ما تشغلين بالك. حضرتك لازم تروح لدكتور، انت عارف خوفي عليك قد ايه. أشكرك وايد يا سلوى، أنا أعرف إخلاصك للشركة ولي من أول يوم اشتغلت فيه هني. ربنا وحده اللي يعلم يا مستر. أهلا وسهلا يا ابني. أهلا بحضرتك يا عمي. خير؟ أنا جاي أقابل حضرتك النهاردة عشان أطلب إيد بنتك سهام. على ما أظن إنك كنت زميلها في الجامعة، مش كده؟ مظبوط يا عمي. وعلى ما أظن برضو إنكم يا دوب متخرجين الشهر اللي فات. أيوة تمام يا عمي. طب يا ابني كده من غير زعل، هو أنت جاي تخطب بناء على إيه؟ مش فاهم قصد حضرتك. يعني أنت لسه لا ليك شغلانة ولا قدمت ورقك للجيش ولا أي حاجة، مش واجب برضو كنت تفكر في كل ده الأول؟ والله يا عمي أنا قدمت ورقي في كذا شركة، وإن شاء الله قريب ألاقي وظيفة كويسة. وبالنسبة للجيش هي سنة وهتعدي بسرعة يعني إن شاء الله. يعني ممكن أخطب سهام وإن شاء الله بعد ما أخلص جيش نتجوز. هسألك سؤال وجاوبني بصراحة، لو أنت مكاني هل ممكن توافق تجوز بنتك لشاب مستقبله مجهول ولسه ما خلصش جيشه ولا حتى لقى وظيفة كويسة في الوقت اللي الأسعار كل يوم والتاني في زيادة؟ لكن يا عمي أنا وسهام متفقين على كل حاجة وهنبني حياتنا سوا واحدة واحدة. انت برضو ما جاوبتنيش، هل توافق لو انت مكاني؟ يعني حضرتك مش موافق؟ انا اسف يا ابني، واتمنى ربنا يوفقك، بس جوازك من سهام صعب جدا يكون جواز ناجح لو حصل. يعني ده اخر كلام عندك يا عمي؟ ايوه يا ابني. بعد اذنك يا عمي. اتفضل. ليه كده يا بابا؟ ليه كده يا بابا؟ حرام عليك، انا بحب لؤي. بكرة لما الحب اللي انت بتقولي عليه ده يروح وتواجهوا مشاكل الحياة وتعيشي معاه، هتعرفي ان الحب ده جزء صغير قوي من الحياة الزوجية. وقت ما تواجهوا مصاعب الحياة ومشاكلها هتفهمي ان الحب مش كل حاجة زي ما انت متخيلة. وقت ما تعاشريه وكل واحد فيكم يفوق من وهم الحب ويشوف التاني بحسناته وعيوبه. انت غلطان، الحب بيني وبين لؤي ممكن يخلينا نقف قدام اي مشكلة ممكن نواجهها ونعديها. سهام حبيبتي، مشتاق لك يا بعد عمري. ايش فيك؟ ليش تبكين؟ لا ابدا يا مروان، هعيط ليه يعني؟ ده عيني بس اتطرفت عادي. طيب تعالي يمي هني، مشتاق لك. ايش فيك؟ لو سمحت يا مروان ابعد عني، انا تعبانه ومش قادره. وبعدين وياك يا بنت الناس، انا مضايقك بشي عشان تعمليني كذي؟ هو انا يعني كنت عملت ايه؟ بقول لك تعبانه. خلاص اوكي، مثل ما تبين. انا بروح انام مع عيالي، تصبحين على خير. اللي يريحك اعمله.
خلاص يا سهام، الحمد لله الشيخ مروان وافق انك تنزلي تتدربي في قسم الحسابات في الشركة. مش دي نفس الشركة اللي حضرتك شغال فيها؟ ايوه هي. ايه السؤال الغريب ده؟ انت مش بقالك كام شهر بتدوري على شغل وشغالة تبعتي السي في بتاعك في كل مكان؟ ايوه يا بابا، بس ايه يا بنتي؟ خايفة حد يقول لي دي اشتغلت عشان بالواسطة. ما البلد كلها ماشية كده يا سهام. وعموما ما تخافيش يا ستي، الشيخ مروان والشيخ جاسم اهم حاجة عندهم الشغل الصح، يعني اللي بيأثر معاهم بيمشوه، وموضوع الواسطة ده مش في حساباتهم خالص. اذا كان كده انا موافقة، وان شاء الله ارفع راسك قدامه. ربنا يكرمك يا بنتي واشوفك احسن الناس، ويرزقك بابن الحلال اللي يستاهلك. من فضلك يا بابا، من فضلك، انا دلوقتي ما بفكرش غير في الشغل وبس. ماشي يا سهام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم مجتمعين لوضع اللمسات الأخيرة على المناقصة الجديدة اللي لو بإذن الله رسيت على شركتنا فهي ممكن تنقلنا إلى مكانة أكبر من اللي حققناها في السنوات الماضية. قسم الحسابات درس المشروع كويس قوي، وهو فعلا هينقل الشركة نقلة كويسة قوي لو تم، والملف ده فيه الأرقام اللي هتخلي المناقصة ترسى علينا وممكن نتناقش فيها. قسم المشروعات أيضا شايف أن المشروع هذا هام جدا للشركة، وحتما المناقصة ترسى على شركتنا وما تروح لأي منافس آخر. اتفقنا الحين نبدأ مناقشة المشروع. نبدأ. جاسم أنت تعبان؟ عيلش فيك؟ أنا الحمد لله ما فيني إلا العافية يا مروان، لا تقلق علي. أكيد يا جاسم ما فيك شيء؟ نعم أكيد. كذي احنا وضعنا اللمسات الأخيرة للمناقصة، وبعد الطباعة سهام بتراجع الملف والسلمة لجاسم. تمام يا مروان. تحت أمر حضرتك يا مستر مروان. خذ الملف يا سلوى واطبع منه 3 نسخ، وبعدها سلميهم لمدام سهام. تحت أمرك مستر مروان. وبعد ما مدام سهام ترايعة يبي لمكتبي. حاضر يا فندم. مستر جاسم. جاسم ايش فيك جاسم؟ بين اتنين من إنتاجات قناة إذاعتنا. جاسم أخوي. صلي على النبي يا مروان، إن شاء الله جاسم هيبقى بخير. بخير شلون يا سهام؟ بخير شلون؟ وانت ما سمعت الطبيب شو يقول؟ نتيجة الفحوصات والأشعة تقول إن جاسم مصاب بسرطان الرئة. مروان أنت راجل مؤمن وموحد بالله، ما تعملش في نفسك كده أرجوك. إن شاء الله جاسم هيبقى بخير. أخوي. خليكوا هنا يا ولاد مع عمكم، وأنا هروح بس أشوف الدكتور كان عايزني. حاضر يا ماما. طيب يا ماما. تعالوا يا عيال قربوا. انت تعبان يا عمو؟ لا أبدا يا بتول، أنا زين الحمد لله. قوم بقى عشان تلعب معانا يا عمو. حاضر يا نايل حاضر. أنت عايز تبان يا بابا؟ انا يا بنتي الله يسامحك. أمال مصمم ليه إني أتجوز مستر مروان؟ يا بنتي الشيخ مروان راجل طيب واخلاقه عالية وبيحبك، مش عايز يشتريكي بفلوسه زي ما انت متخيلة ولا الكلام ده. هو يعني اي حد معاه فلوس وعايز يتجوز موظفة في شركته يبقى عايز يشتريها بفلوسه؟ لكن أنا يا بابا ما بحبوش يا بابا. يا بنتي صدقيني مروان شاب محترم وابن عيلة، وصدقيني انا باصص لمصلحتك. الراجل فعلا بيحبك وعايزك ونفسه يعمل أسرة ويستقر، لا هو راجل عجوز ولا متجوز قبل كده ولا بيفكر فيكي تسلية ولا تضييع وقت، صدقيني. وعيلته هتوافق إن الشيخ مروان المليونير ابن الحسب والنسب يتجوز بنت عم رمضان؟ سكت ليه؟ بنت رمضان العامل البسيط اللي شغال عندهم في الشركة. صح؟ أنا آسفة يا بابا، أنا آسفة، حاجة عليا، أنا ما قصدش. الراجل شارينا واتكلم معايا بكل صراحة، وإنه متمسك بيكي وما شافش في أخلاقك وأمانتك كل المدة اللي اشتغلت فيها في الشركة دي. ها قلت إيه؟ الحمد لله. أنت الحين زين يا جاسم؟ أنا وايد تعبان يا مروان، أحس إني مو تمام أبد. بإذن الله هتبقى كويس يا جاسم. أنا مو متعود أرقد كذي،
أنا راح أقوم وما ظل هني قاعد بالمستشفى ولا دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجوك يا جاسم لا تتكلم وايد يا أخوي، أنت تعبان. اسند عليا يا جاسم، انا هرفع راسك على المخد. ما أبي أحد يسندني، أرجوك ابعد عني. اهدى طيب يا أخوي اهدى. ما أبي أحد، خلوني بروحي. تبي تتزوج بنت رمضان العامل الفقير اللي يعمل بالشركة؟ أنا بحبه يا جاسم، والناس ما هي بثرواتهم ولا بنفوذهم، كلنا عند الله واحد يا أخوي. لا يا أخوي لا، الناس طبقات ومو متساويين. أنت بس لأنك ريال طيب مو منتبه. الناس الفقيرة هذه تحقد علينا ونفسهم ياخذون منا كل شيء، ونبقى حنا الفقراء وهم الأغنياء. لو صممت على الزواج من بنت رمضان، الأيام راح تثبت لك صدق كلامي وراح تندم يا مروان. أنا متمسك بسهام خلاص ومصمم عليها بعد. اللي يريحك يا مروان، بس أنا مو راضي عن الزواج هذا. وعلي يا سهام لا تزعلين من جاسم، ترى هو ما يقصد. انا عارفة ان جاسم طول عمره بيكرهني وما كانش موافق على جوازي منه. لا تقولين كذي، ترى جاسم طيب. انا مش زعلانة منه صدقني، انا زعلانة على مرضه وبدايله ربنا يشفيه. طول عمرك أصيلة والله يا سهام. شلونك سلوى؟ مستر جاسم، الحمد لله على السلامة. حضرتك خرجتي امتى من المستشفى؟ حضرتك بخير؟ أنا بخير. اليوم موعد المناقصة. منو اللي حاضر من الشركة؟ الأستاذ عبد الرحمن نائب حضرتك. أنا بمكتبي، وأول ما توصل معلومات من عبد الرحمن تبلغيني فيها فورا. حاضر يا فندم. مستر جاسم. نعم يا سلوى. الأستاذ عبد الرحمن واصل. خليه يدخل فورا. حالا. الحمد لله على سلامة حضرتك. قول يا عبد الرحمن، المناقصة رسيت على شركتنا؟ والله ما عارف أقول إيه لحضرتك. تكلم يا عبد الرحمن. للأسف المناقصة رسيت على الشركة المنافسة. كيف صار ده؟ كارثة، مستحيل. مستر جاسم، مثل ما طلبت يا أخوي جاسم، الحين يبتكر بيتك وطلعتك من المستشفى اللي نويت انك تتركها وتمشي من غير إذن الطبيب. بس علشان خاطر يا أخوي ما تتعب نفسك، وحنا ترى كلنا معاك وندير بالنا عليك. يلا بقى يا بطل، اشرب بقى طبق الشوربة ده كله، وممنوع كده منعا باتا تسيب منه اي حاجة. ما بي شيء. لو سمحت اسمع الكلام، يلا اشرب بقى. قلت لك ما بي. جاسم اغمى عليه يا سهام. اسندوا معايا يا مروان، نهدله على السرير. ماما في ايه يا بتول؟ انت قاعدة كده على الكرسي من امبارح، مش هتقومي؟ روحي انت بس مدرستك، ما تقلقيش عليا، انا كويسة حبيبتي، وخلي بالك من اخوكي. حاضر يا ماما. شلون جاسم اليوم يا سهام؟ فاق بالليل مرتين وكان عطشان، وانا اديته ميه وقاعده جنبه. طيب قومي الحين روحي ارتاحي شوي وانا بقعد يمها الحين. انزل انت الشركه يا مروان، انا مش تعبانه صدقني، وهفضل قاعده جنب جاسم، ما تقلقش على اخوك، انا مش هتحرك من جنبه. يلا بابا بتول بسرعه عشان اوصلكم المدرسه انت واخوك. حاضر يا بابا. بين اتنين من إنتاجات قناة إذاعتنا. عمو مالك؟ أنا بخير يا نايل، لا تقلق. طيب العب معايا. معلش مو الحين يا حبيبي. طيب بابا وين الحين؟ بابا في الشغل، وماما كانت قاعدة جنبك طول الليل، وبتول ندهت عليها دلوقتي وهي قامت معاه. سهام كانت قاعدة جنبي طول الليل؟ اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك يا مدام سهام.
لو جاي عشان تطمن على جاسم فهو لسه تعبان والله، ادعيله. في الحقيقة أنا طبعا جاي أطمن عليه، بس كمان هو اللي طلبني من ساعتين كده وعايز يقابلني. هو اللي طلبك؟ أيوة بس هو تعبان جدا والدكتور منبه عليه يرتاح. أنا فاهم ده طبعا، بس هو ألح في مقابلتي، وأوعدك هحاول مطولش عنده عشان أسيبه يرتاح. طيب اتفضل معايا. شكرا لحضرتك. جاسم انت صحيت ليه؟ ليش قاعدة للحين يا سهام؟ طب قولي بس، محتاج حاجة اجيب لك مية؟ لو سمحتي قومي ارتاحي وخليني بروحي، أنا زين ما فيني شيء. لو سمحت انت نام بس وارتاح وما تشغلش بالك بيا يا سيدي، انا مرتاحة كده. بس أنا مو مرتاح وأنا شايفك قاعدة شدي. والله انا مش تعبانة ولا حاجة. شلونك الحين؟ بخير الحمد لله. ممكن تقول لمرتك تقوم ترتاح؟ أنا صرت زين الحمد لله. أنا جاي عشان كذي. قومي أنت ارتاحي شوية يا سهام وأنا راح أقعد مع جاسم. لا أنت ولا هي، من فضلكم روحوا ارتاحوا. طيب يلا يا سهام خلينا نروح دارنا. والله انا مش تعبانة ولا حاجة. لو سمحت يا سهام. خلاص لا تعصب. نعم يا عبد الرحمن، مثل ما قلت لك تنفذ بالضبط. ما تقلقش يا مستر جاسم، كل اللي طلبته مني حصل. الملف اتعرض على مدام سهام ورجعته واستلمته منها وعملت اللي اتفقنا عليه بالظبط. عظيم. تابع الأمر وبلغني لو حصل شيء. حاضر يا فندم، مع السلامة. جبت لك الاكل يا جاسم، ممكن بقى تسمع الكلام لو سمحت وتاكل وما تغلبنيش معاك زي كل مرة؟ شكرا سهام، أنا تعبتك كثير معي في مرضي. شكرا ايه بس يا جاسم، انا اختك. يلا بقى ممكن بقى تفتح بقك كده بقى وتاكل؟ حاضر. شلون تغيرت الأرقام في أوراق المناقصة يا عبد الرحمن؟ كذي تنفيذ المشروع راح يسبب خسائر للشركة. مستر جاسم هو اللي طلب مني كده. الأول طلب إن أزوره في البيت، وقتها كان مطلع على أوراق المشروع بالكامل، وصمم إنه غير الأرقام وطلب مني أقدمها في الملف بعد ما حضرتك ومدام سهام رجعتوها وسلوى طبعت الملفات. وبالفعل قدمنا المناقصة للمشروع واللي رسي علينا. والعلم حضرتك لو كنا قدمنا الأرقام الأولانية كانت المناقصة مرسيتش علينا زي الاتنين اللي فاتوا، لأن المنافس كان مقدم أرقام أقل. تكرار الموضوع بيأكد إن في أحد خاين بالشركة ويسرب أوراق المناقصات للمنافسين. هو ده حقيقي يا مستر مروان، وعايز أقول لحضرتك إني عرفت كل شيء كان بيتم إزاي، لكن بعد إذن حضرتك هتكلم بالتفصيل في وجود مستر جاسم. أوكي طيب تعال معي نروح للبيت. مروان، انت ايه اللي رجعك بدري النهارده؟ هلا مروان. هلا عبد الرحمن. ما عليه يا سهام، ممكن تتركينا بروحنا شوية؟ ليه؟ خير حصل ايه؟ والاستاذ عبد الرحمن جاي معاك ليه؟ أنا اللي طلبت مني يزورني يا سهام. ده يضايقك في شيء؟ يضايقني انا؟ لا طبعا، عن اذنكم. شنو اللي صار في المناقصة يا عبد الرحمن؟ زي ما حضرتك أمرتني، أنا غيرت الأرقام وبالفعل المناقصة رسيت علينا، ولو كنا قدمنا الأرقام الأولانية كنا هنخسر المناقصة. أيل في حد خاين معانا مثل ما توقعت؟ أيوة يا مستر جاسم. من يكون يا عبد الرحمن؟ آخر حد حضراتكم ممكن تشكوا فيه. منو يا عبد الرحمن؟ تكلم يا عبد الرحمن. اللي بيبلغ أسرار الشغل للمنافسين بتوعنا يبقى منو؟ السكرتيرة سلوى. سلوى؟ مستحيل. في الحقيقة أنا كنت شاكك فيها من زمان وما كنتش مستريح لتصرفاتها خالص. بعد المناقصة الأخيرة دي كانت متنرفزة على الآخر، وبعد كلام حضرتك أنا راقبتها وجايب لحضرتك دليل خيانتها. يعني سلوى هي الخاينة اللي بيننا؟
بقالك كام شهر على الحال ده يا مروان، من وقت ما رجعنا من الكويت بعد دفن المرحوم جاسم. ما أقدر ما أقدر أصدق إنه أخو جاسم مات. ربنا يريحه من التعب الرهيب اللي كان فيه ده قضاء ربنا يا مروان. أتمنى يا سهام إنك تكوني سامحته بعد كل اللي سواه معك. سهام، قربي مني، أبي أقول لك على شيء. ما تتعبش نفسك يا جاسم بالكلام. أنا خلاص حاسس إني ساعاتي في الدنيا محدودة. سهام، أبيك تسامحيني. أسامحك؟ إيه نعم تسامحيني. أنا غلط في حقك كثير وظنيت فيك السوء كثير. أنا كنت متخيل أن الفقير لازم يحقد على الغني ولازم يفكر شلون يستولي على أمواله. كنت أفكر أنك أنت اللي تسربين أوراق المناقصات للشركات المنافسة. كنت مستكثر عليك تكوني مرت أخوي. سامحيني. في الوقت اللي أنت ما تركتيني لحظة في مرضي وقعدتي جنبي تراعيني، أنا كنت تعامل وياك أسوأ معاملة. سهام، أنا آسف، ويا رب تقدري تغفري وتسامحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجوك يا جاسم لا تتكلم أنت يا أخوي التعبان. وأنت يا مروان أرجوك تسامحني، أنا غلطت في حقك وايد، ولما تعبت ولا حد فيكم قصر معاي. أنا سامحته من زمان قوي يا مروان، من أول ما أصاب المرض. أنا قلبي عمره ما شاف كره لحد، حتى اللي أذوني يا مروان. بس أنا عايز أطلب منك طلب، وأعتقد يعني إن جه وقت الطلب ده. شنو قصدك؟ أنا عارفة إنه ممكن يكون مش وقته، بس صدقني أنا مش قادرة أكمل. مروان، أنا عايزاك تطلقني. أطلقك؟ شنو هذا الكلام؟ وليش يا بنت الحلال؟ صدقني القرار ده بقالي كتير قوي بفكر فيه وما خدتوش بين يوم وليلة. وجودي معاك هيبقى حمل عليك انت اكتر ما هو حمل عليا انا. الطلاق احسن حل ليا وليك. من اول زواجنا يا سهام وانا حاس انك ما تحبيني. حاولت اسوي كل شيء عشان تحبيني وما حبيتيني، رغم اني احبك وايد فوق ما تتصورين، لكن انا ما اقدر اجبرك تعيشين معاي. انت ما قصرت في يوم من الايام. خدمتك لاخوي جاسم من كان مريض اشيلها لك فوق راسي لاخر يوم في عمري. سهام انت طالق. بابا، انت لسه زعلان مني؟ بعد ما عملت اللي في دماغك ازعل ولا ما ازعلش؟ هو انت يهمك؟ مش فارقه. ازاي بس يا بابا؟ هو انا ليا غيرك؟ ما فكرتيش في عيالك؟ خلاص رميتيهم ونسيتيهم؟ ما تقولش كده يا بابا، ازاي انساهم بس؟ انا اتفقت مع مروان خلاص اني اشوفهم في الوقت اللي يريحني وفي المكان اللي اختاره. ويا سيدي الاسبوع الجاي ان شاء الله نخرج معهم انا وانت، ونفسحهم كمان. ايه رايك؟ لا يا اختي، فسحيهم انت لوحدك. تعالي يا ماما اركبي معانا الزحليق. او النبي يا ماما. معلش يا نائل، خد بتول بقى واركبوا انتوا، اصل انا ما جبتش معايا المايوه. طب يلا بينا احنا يا نائل. يا سو تعالي هنا، ما تجريش لا تقعي. حسبي حبيبتي حسبي، بسم الله الرحمن الرحيم، قومي على مهلك. سوسن انت كويسه يا حبيبتي؟ انا كويسه يا بابا. لؤي، سهام.
بين اتنين من إنتاجات قناة إذاعتنا. يا سهام، ما كنتش متخيل إن ممكن أقابلك تاني بعد كل السنين اللي فاتت دي. وانت كنت وحشني قوي. انتي أكتر والله. بنتك جميلة قوي يا لؤي. اتيتمت بدري بعد موت أمها. ربنا يعينك على تربيتها. القدر ممكن يدينا فرصة تانية يا سهام، ويمكن هو اللي جمعنا النهاردة. والبنت اليتيمة دي ممكن يكون ربنا بعتك ليها عشان تعوضيها عن أمها. بس أنا خارجة من تجربة استنفذت كتير جدا من مشاعري. يعني خلاص يا سهام، نسيتي حبنا؟ للأسف يا لؤي، دي الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش أنساها كل السنين اللي فاتت دي. يبقى نتجوز، واعتقد عم رمضان اللي رفضني زمان ممكن يوافق عليا دلوقتي. موافقة تتجوزيني يا سهام؟ ياسو تعالي خدي الساندويتش، تعالي يلا ما تغلبنيش معاكي. مش عايزة اكل يا طنط سهام. تعالي بس تعالي، انا عملتيه خلاص الاكل اللي بتحبيه. انت يا بنت ما تسمعي الكلام لا اضربك. حاضر يا بابا. بالراحة يا لؤي على البنت، مش كده. ما انا بالراحة اهوت، هو انا عملت حاجة عشان تسمع الكلام؟ بس انا نازل الشغل، محتاجة حاجة يا سهام اجيبها لك وانا راجع؟ لا يا حبيبي، انا هنزل كده اتمشى انا وسو ونتسوق وبالمرة نغير جو من وقت رجوعنا من شهر العسل وانا ما خرجتش من البيت. زي ما تحبي يا قلبي. باي. ياسو تعالي يلا خدي الساندويتش، وبعد ما تاكلي هننزل نتفسح، ها ايه رأيك؟ موافقة يا طنط. اليوم راح تزورون أمكم يا عيالي. طب ما تيجي معانا يا بابا؟ عندي شغل يا بتول ما أقدر. السايق راح يوصلكم عند أمكم وراح يرجع ياخذكم آخر النهار. حاضر يا بابا. عايزة اجي معاكم يا طنط سهام. معلش يا سو عشان خاطري حبيبتي، خليكي مع بابا المرة دي، ووعدك المرة الجاية هتيجي معايا. لا انا عايزة اجي معاكم، ما تسيبنيش هنا لوحدي. ما بابا يا حبيبتي هيبقى معاكي. لا ماليش دعوة. في ايه يا جدعان بتزعقوا ليه؟ هو انا ما اعرفش ارتاح ابدا حتى يوم الاجازة؟ ما تعصبش نفسك يا حبيبي، مفيش حاجة. برضو ما جاوبتنيش على سؤالي، بتزعقوا ليه؟ كل الحكاية ان سو عايزة تيجي معايا عند بابا، وانا بقول لها يعني خليكي المرة دي وهاخدك معايا المرة الجاية. يا انا كنت رايحة عند ابوكي عشان هتقابلي عيالك صح؟ ايوه، ما انا قايله لك من يومين يا لؤي. ماشي روح يعني. وانت يا بنت يا سوسن اسكتي خالص، مش عايز اسمع لك صوت. بالراحة على البنت، خلتها تعيط. ما تعيط ولا تتفلق. في ايه يا لؤي؟ مش كده. هو ايه اللي مش كده؟ انت هتعلميني اربي بنتي ازاي؟ انت بتزعقلي. سهام والنبي روحي مشوارك وسيبيني اخش اكمل نوم، انا تعبان ومفيش حيلة اتكلم. تكمل نوم ازاي وتسيب البنت؟ هيجرالها ايه يعني؟ ما هي قاعدة اهي. لو مصمم تسيبها وتنام انا هاخدها معايا. يا دي النيلة، طب ما كنت خدتيها من الاول بدل الموال ده كله. بقولك ايه، انا داخل اتخمد واعملي اللي يريحك. بين اتنين من إنتاجات قناة إذاعتنا.
روحوا يا ولاد العبوا في الجنينة تحت، بس ما تبعدوش، وخدوا معاكم سوسن ومحدش يزعلها. حاضر يا جدو. يا قلب جدو. انا اتعمدت اخلي العيال ينزلوا يلعبوا علشان اشوف مالك. مالي بس يا حاج؟ ما انا كويسه اهو. هو انا مش عارفك يعني؟ لا لا ابدا والله يا بابا، انا كويسه. ده انت مكشره من ساعه ما جيتي. هو جوزك مزعلك في حاجه؟ جوزي؟ لا لا, لا ابدا، لؤي عمره ما قال لي كلمه تضايقني. يا ريت تكون دي الحقيقه، ولو ان شكلك بيقول غير كده. مالك يا لؤي؟ سرحان في ايه؟ لا عادي يا سهام. لؤي انت باين عليك مش مبسوط ان احنا طلعنا السخنه عشان نغير جو. لا عادي مبسوط. مش باين. هو ايه اللي مش باين؟ مش باين. عايزاني اعمل ايه يعني عشان يبان؟ ايه القرف ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعيطي يا سهام؟ من بعد شهر العسل وانت معاملتك معايا بقت غريبه قوي، على طول عصبيه ونرفزه ومش طايق اي كلام، ولا بقيت حتى بتقعد تتكلم معايا زي زمان، وانا مش فاهمه انت مالك فيه يا لؤي؟ انت ندمان انك اتجوزتني؟ لا يا حبيبتي طبعا، شيلي الاوهام الغريبه اللي في راسك دي. انا ما حبيتش حد غيرك، بس عندي شويه مشاكل في الشغل هي اللي موتراني شويه، معلش اعذري. سهام، يا سهام. لؤي انت لحقت تخلص شغلك وترجع؟ شغل ايه وزفت ايه؟ انا شكلي كده هترفد من شغلي. في ايه بس؟ في ورق مهم كنت حاطه في الشنطة، ولما رحت النهاردة الشركة وفي الميتنج بتاع المشروع قدام رئيس مجلس الإدارة ما لقيتش الورق في الشنطة. انت عارف ان محدش بيجي جنب ورقك ولا حد بيدخل مكتبك غيرك. انا اهو في المكتب، اما اشوف هلاقي الورق ده ولا لا. ياه، الورق اهو جوه الشنطة التانية. انا اللي خدت الشنطة الغلط وما خدتش بالي، استغفر الله العظيم يا رب. يعني ما كانلوش لازمة الموال اللي انت عملته ده والزعيق وصوتك اللي جاب اخر الشارع. يوه، ما خلاص يا سهام، هو كل ما اتعصب شوية تفتحي لي محضر؟ بقول لك ورق مهم ومشروع انا مسؤول عنه، لو كان راح كنت ممكن اتسجن. وهو ما راحش ولا حاجة، ومحدش بيجي جنب حاجتك. يوه، اقفلي الموضوع وبطلي رغي. انا راجع الشركة اسلم ورق المشروع، سلام. مش ممكن ابدا يكون هو ده لؤي اللي حبيته ايام الجامعة، لؤي الرومانسي الجميل الطيب. يكونش جوازي من مروان هو اللي بيخليه يعملني كده؟ لا 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 لا، لانه هو كده مع الكل، هو كده. ما قلتلك مش عايزين فريسكا؟ انت حمار ما بتفهمش. المكان ده اللي بركن فيه عربيتي كل يوم، انه غبي اللي راكن مكاني ده. اسمع يا ابن انت، لو ما شفتش مين صاحب العربية دي وخليته ياخدها ويغور من هنا، انا مش هعدي اليوم ده على خير. دكتور المادة دي لو ما نجحنيش السنة دي انا هعوره يا سهام. اقعدي ساكتة يا بنتي لاضربك. انا ما بحبش اسمع اي صوت وانا نايم، سامعة؟ هو ده لؤي اللي كان حبي ليه عميني عن اني اشوف شخصيته الحقيقية من ايام الجامعة. يا رب يا رب يا رب، انا تعبت قوي، يا رب انا تعبت ومش قادرة اتحمل، مش قادرة. مبسوطة دلوقتي يا سهام؟ اديك اتطلقتي للمرة التانية. مش هو ده لؤي اللي بتحبيه من ايام الجامعة؟ ايه بقى اللي اتغير؟ ارجوك يا بابا، ارجوك ابوس ايدك ارحمني بقى، انا مش متحملة اي كلام دلوقتي.
لا مش هسكت يا سهام. انا سبتك تمشي بدماغك كتير وحذرتك زمان وقلتلك الحب مش كل حاجة وما سمعتيش كلامي. بكرة لما الحب اللي انت بتقولي عليه ده يروح وتواجهوا مشاكل الحياة وتعيشي معاه، هتعرفي ان الحب ده جزء صغير قوي من الحياة الزوجية. وقت ما تواجهوا مصاعب الحياة ومشاكلها هتفهمي ان الحب مش كل حاجة زي ما انت متخيلة. وقت ما تعاشريه وكل واحد فيكم يفوق من وهم الحب ويشوف التاني بحسناته وعيوبه. حبايبي وحشتوني قوي يا ولاد. وانتي كمان يا ماما وحشتينا قوي. امال مين اللي وصلكم المرة دي؟ بابا اللي وصلنا يا ماما. مروان هو اللي وصلكم؟ امال هو فين يا ولاد؟ بره عند الباب، وقال هيمشي ويبعت لنا السواق اخر النهار عشان ياخدنا. طب خليكم هنا العبوا وانا راجعه لكم حالا. رايحه فين بس يا ماما؟ خليكم هنا بس معلش. مروان استنى. سهام، كويس اني لحقتك قبل ما تمشي يا مروان. آمر يا سهام، خير؟ انا جايه عشان اشكرك. تشكريني على شنو؟ انك ما قصرتش مع الولاد كل الفتره دي، ولا حتى قلت لهم اي كلمه وحشه في حقي. الله يسامحك يا سهام، أنا لا أخلاقي ولا تربيتي تخليني أتكلم عنك بسوء ولا بنص كلمة أصلا. أنا أعرف يعني شلون أصون العشرة اللي كانت بيننا يا سهام. أنا أسفة أوي يا مروان، أسفة أوي بجد. ليش تتأسفين؟ عشان غلطت في حقك كتير، ورغم كده أنت عمرك ما كرهتني أبدا، ولا عمرك حتى أذيتني يا مروان. أنت بنت صول يا سهام، ووقفتك معاي وتحملك من أخو جاسم الله يرحمه، وكل هذا وما تخليت عني. وإن كان الله سبحانه وتعالى أراد أن حياتنا الزوجية تنتهي، فهذا ما يمنع أن أفضل. تفضل إيه يا مروان؟ أقصد يعني أفضل أحترمك وأقدرك. مروان، أنا عارفة إنك حبتني وحبتني قوي بجد، وللأسف ما لقيتش مني غير المعاملة الوحشة، رغم إنك عمرك ما زعلتني ولا غلطت فيا. مروان، أنا أسفة بجد، سامحني وما تزعلش مني أرجوك. أزعل من شنو؟ وأنا ما حبيت أي وحدة في حياتي غيرك يا سهام. صدقني يا مروان، دي أسعد لحظة في حياتي، اللحظة اللي حسيت فيها بحبك ليا، وحسيت قد إيه إن أنا كنت وحشة معاك. وعايزة أقولك دلوقتي إن أنا كمان بحبك، ومش بقولك كده عشان أرجعلك، لكن بقولك شعور صادق من جوايا. سهام، أنا اللي بطلب إنك ترجعي لي، وكلمة الحب اللي أخيرا نطقت فيها هي الكلمة اللي عشت كل السنين على أمل إني أسمعها منك. قدمنا لكم التمثيلية الإذاعية بين اثنين. البطولة: ولأول مرة الفنان الكويتي محمد جار الله في دور مروان، ومع نجوم الفريق منى البحيري في دور سهام، أسامة الشهاوي في دور لؤي، أدهم السقاف في دور جاسم، محمود مبروك في دور رمضان، أحمد هشام في دور عبد الرحمن، فيروز علي في دور سلوى، بالإضافة إلى أحمد أسامة في دور نائل، يمنى خميس في دور بتول، وجنى خميس في دور سوسن. إلقاء التترات شيماء حافظ، تصميم الأفيش سيد جاد، تكويت الحوار محمد جار الله، الفواصل بصوت آية محمد حسن، هندسة صوتية ومونتاج أدهم السقاف. بين اثنين، تأليف محمد إسماعيل راغب، إنتاج إذاعتنا.